هذه الطفرة. مظبوط يا فندم. هو يمكن المليارات ديت طبعا هي مش بس في سوهاج، ده في يعني ده زي ما حضرتك اشرت، ده فقط المبلغ ده في سوهاج بس، ولكن التطوير شمل كل محافظات الصعيد. لما بنتكلم صحيح. على سوهاج، عدد المشتركين زاد حتى من مليون و200 ألف مشترك إلى حوالي ما يقرب من مليون و700 ألف. مم. كمان بيبان من الجزء الخاص بالحمل الأقصى أيوة. بالنسبة لاستهلاك الكهرباء، زاد من حوالي 629 ميجا وات إلى أكثر من 818 ميجا وات. معنى كده ان اللي تم استثماره انعكس في زياده او اطمئنان واستقرار التغذيه الكهربيه بالنسبه لسوهاج. كمان في نفس الوقت لما بنتكلم على التطوير ده، مش بس بنتكلم على فقط الجزء الخاص بإضافة الموزعات والمحولات والكابلات والأكشاك أيوة. والأعمدة، لا، ده احنا بنتكلم كمان على تحويل الخطوط الهوائية جهد متوسط لكابلات أرضية، اللي أيوة. كانت بتبقى في مشكلة وعرضة للخطورة لأهالينا في سوهاج. أيوة. أيضا في نفس الوقت لما بنتكلم على حياة كريمة، من مم. ضمنها جزء مهم خاص بالكهرباء. لما أيوة. بنتكلم على حياة كريمة، هناك تطوير شبكات لعدد حوالي تقريبا 193 قرية في 7 مراكز، بتشمل أكثر من 685 ألف مشترك موجود هناك. رقم كبير. بالإضافة إلى جزء مهم اللي هو الخدمات اللي بقى فيه. المشروعات اللي اتنفذت في حياة كريمة كانت بتكلفة قد إيه يا فندم؟ تقريبا الجزء الخاص تقريبا. ب يعني الجزء الخاص الحياة كريمة، يعني طبعا المبالغ بتاعتها كبيرة، يمكن يعني مش قدامي دلوقتي، مش ولكن قدامك أرقام. تمام. يمكن بس بيبان من الكميات اللي احنا بنقول عليها. احنا بنقول في 4 موزعات، إذا إحنا 2600 جزء، بنتكلم يا دكتور كتير أيمن على جدا. إعادة هيكلة كاملة للبنية التحتية للكهرباء بمحافظة سوهاج. مش بس كده يا فندم، ده احنا كمان الخدمات كمان مم. للمواطنين هناك، الخدمات الإلكترونية، برنامج القراءة الموحد، علشان يبقى في مم. اطمئنان للمشتركين هناك ان يبقى الفاتورة بتعكس استهلاكهم الحقيقي. صحيح. كل الحاجات دي كلها، وتطوير مراكز الخدمة، يعني بحيث ان يبقى ما فيش فرق ما بين قرية او مدينة او شمال مصر او جنوب مصر، كله كله واخد بيتمتع نفس بنفس الخدمات. الخدمة. مظبوط. أشكرك جدا الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة. تعالوا نروح، طبعا كله قاعد تحت البطانية في البيوت دلوقتي من البرد. تعالوا نشوف هيئة الأرصاد الجوية اللي هي بتحذر من سحب